السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على علاقة بين التركيبات اللي احنا بنقوم بيها بنعملها تركيبات الشعر وسلوك الشعراية مع التركيبات دي، يعني التركيبات وعلاقتها بسلوك الشعراية نفسها. الموضوع يعني يبان كده ايه الاسم الغريب والعنوان الغريب ده، ولكن ان شاء الله نوضح كل حاجة. الشعر مش بيتعامل مع المنتج اللي احنا بنعمله كسيرم وحمام كريم وكلام من ده. يعني الشعر مش بيتعامل مع اسم منتج، لا، الشعر بيتعامل مع كيمياء المنتج اللي احنا بنستعمله، الكيمياء بتاعته. فلو في حاجة غلط في التركيبة او مش متوازنة بيبان على الشعر بنتيجة فورية، على طول فوري، مش بعد فترة بيظهر هيشان او جفاف او ضعف على طول. فعشان اعمل تركيبة ناجحة لازم افهم كيمياء الشعر زائد التفاعل بتاع المكونات مع بعضها مع الشعرية نفسها، تفاعل المركب اللي انا بعمله مع الشعرية نفسها. فعشان كده احنا لازم نتكلم على بنية الشعراية. احنا البنية بتاعت الشعراية اللي هي مكونات الشعراية، وانا عارفة ان احنا كلنا عارفينها، اللي هي بتبقى عبارة عن، ولا سريع كده عشان نقدر نتكلم. طبقة الكيوتيكل دي اول طبقة، وبعدين طبقة الكورتكس، وفي المضلة. انا بصراحه ما يهمنيش المضله، مش هتكلم عنها لان اصلا منتجاتنا مش بتوصل للمضله ولا بتشتغل عليها. المنتج بتاعنا بيشتغل على الكيوتيكل او على الكورتكس. الكيوتيكل دي اللي هي طبقه الحمايه بتاعه الشعرايه. ربنا خلق اي حاجه وبعد ما بنخلص كده الفينش بندي الفينش الاخير، الفينش الاخير اللي هو الحمايه. فربنا دايما بيديلنا حمايه لاي حاجه هو خلقها، فمن ضمنها الشعرايه. فبعد كده الشعرايه في الاخر خالص اول طبقه هتلاقيها طبقه الحمايه اللي هي الكوتيكل. الطبقه دي اللي بتبقى شبه القشور، يعني بتبقى شبه القشور على الشعرايه. لو مفتوحه بتخلي الشعرايه تفقد الرطوبه بتاعتها، ولو مغلقه بتدي للشعرايه الناعمه اللمعه اللي هي طبقه الكيوتيكل. خلينا نرسمها كده، اللي هي دي طبقه كورتكس وعليها طبقه كيوتيكل اللي هي شكلها بالطريقه دي، تبقى كده. تمام اهي. الطبقه اللي بتدي الحمايه بتبقى شبه القشور كده على الشعرايه. لو طبقه الحمايه دي مفتوحه زي ما انا رسمها كده، بيبقى فيه هنا بقى ايه زي ما بنقول عليها بورز كده او مسامات، سماها بقى مسامات عاليه بتفقد الرطوبه. انما لو الطبقه بالطريقه دي، الكيوتيكل بالطريقه دي، وطبقه الكورتكس اللي عليها مقفله شويه كده، يعني كده بتبقى مسامتها قليله، فبتبقى في الحالة دي الحماية بتاعتها عالية وبتديلي شعر ناعم. بيكون الشعر في الشكل ده ناعم ولامع. انما الشكل ده بيبقى يديلي هيشان للشعر، هايش. تمام. الطبقة التانية اللي هي طبقة الكورتكس. طبقة الكورتكس اللي هي المكون الداخلي بقى للشعرية، اللي جوه الجزء اللي جوه بقى الشعرية نفسها، اللي هو بقى ايه، اللي هو هنا ده اللي هو مكون الشعرية نفسها. طبقة الكورتكس دي بتبقى عبارة عن بروتين طبيعي اللي هو كيراتين. تمام. ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن قوة ولمعان الشعراية، قوة الشعراية ولمعان الشعراية. ده البروتين، ده البروتين. يبقى انا لما انا احط مادة بتاعتي واحط فيها بروتين ابقى عارفة ان انا هستهدف طبقة الكورتكس اللي موجودة دي. تمام. المضله احنا قلنا مش هنتكلم عليها. يبقى انا عندي بنيه الشعريه عباره عن كيوتيكل، الطبقه الخارجيه زي ما تكون مسامتها عاليه او مسامتها قليله، يعني الحراشيف بتاعه الشعريه زي مفتحه كده، او الحراشيف بتاعه الشعريه مقفله. تاني طبقه اللي هي طبقه الكورتكس اللي هي الطبقه الداخليه بتاعه الشعريه، اللي بتبقى عباره عن اللي فيها بروتين او بنسميه الكيراتين. تمام. طيب خلينا بقى نشتغل على كل تركيبه بتشتغل على طبقه ايه. ما احنا قلنا ان اي منتج انا بعمله او اي منتج بشتغل عليه بيروح لحتة معينة في الشعراية. فخلينا نتكلم بأعمق عن كل التركيبات بتاعتنا. التركيبات بتاعتنا او مكونات التركيبات بتاعتنا، المكونات بتاعت التركيبة بتاعتي بتبقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة عبارة عن المرطبات. خلينا ناخدها بالترتيب شوية عشان يبقى الدنيا اظبط بالنسبة لنا. عبارة عن البروتينات عشان تبقى الكلام سلس. بروتين اللي هي البروتينات، وعبارة عن المرطبات اللي هي الهيومكتنت المرطب، وعبارة عن الزيوت الاويلز اللي هي الزيوت الخفيفة،
وعبارة عن السيليكون، سيليكونات. انا اي تركيبة هعملها في حياتي لن تخلو عن بروتين، هيموكتنت اللي هي مرطبات اللي هي البروتين والمرطبات والزيوت والسيليكونات. تمام. خلينا بقى نتكلم على كل حاجة فيهم بتعمل ايه، وانا هتكلم عن التفصيل. نخليها الفيديو الجاي علشان الكلام ما يتوهش مننا.